بعد 6 سنين حياة في أمريكا، أنا شايف مصر إزاي؟ ازيكم عاملين ايه؟ معكم يحيى. طبعا كلنا عارفين الصدمة الحضارية اللي احنا بنحسها لما بننقل مكان جديد، واللي ما يعرفهاش انك لما بتنقل حياتك كلها لمكان تاني بثقافة مختلفة، في الأول بتبقى مبسوط جدا بالمكان الجديد اللي انت بتكتشفه، بس مع الوقت بتاخد صدمات حضاريه، ثقافه مختلفه، انت ما تربيتش على نفس التربيه، ما بتتكلمش نفس اللغه، حتى لو انت نقلت من مكان جوه بلدك ممكن تحس بنفس الصدمه الحضاريه دي. واول سنه بتبقى في حياتك صعبه جدا لحد ما بتتاقلم على الثقافة الجديدة. مع الوقت بتتحول تبقى شبههم، لكن بيفضل الحنين للوطن موجود لحد ما بتيجي الفرصة انك ترجع للمكان اللي انت اتربيت فيه كزيارة او تعيش. وهنا بيحصل لك نفس اللي حصل لك في اول مرة نقلت فيها من مكان لمكان، وهي بتبقى صدمة حضارية بس عكسية. انت بتشوف منطقتك او بلدك بشكل مختلف لأول مرة في حياتك، وده اللي حصل معايا لما نزلت مصر. الماسوره الرئيسيه بتاعت السبتيه بتاعت الميه ضربت. اول ما بتنزل مصر بتهت النوستالجيا لما بتصحى الصبح بدري كده. اكتر حاجه بتوحشني في مصر صوت الشارع، والله العظيم ده محدش هيسمعه في اي حته في الدنيا. فاول حاجه انا لاحظتها واعتقد انت كمان عارفها هي فكره الفهلوه. على سبيل المثال، انت لما بتنزل من المطار اول حد هتقابله يا اما سواق التاكس يا اما سواق اوبر. طريقنا انا اوديك انت الاول وهو بعد كده انا وهو هنتصرف مع بعض. وهنا اول صدمه حضاريه انت بتشوفها، وهي انك مهمل في التعامل. ويا ريت تقول لي انا بس اللي كنت بعاني من الموضوع ده في مصر ولا الموضوع منتشر. بص بقى، اوبر في مصر على طول بيتصل بيا يا باشا. رايح فين؟ ما في، لا رايح المهندسين. كاش ولا فيزا؟ فيزا. بقفل معاه الرحله كنسلت. واحد تاني اتصل بيا، الو يا باشا كاش ولا فيزا؟ فيزا ان شاء الله. الاقي ده بقى جاي، الحمد لله فوق، الحمد لله جاي لي في طريق. 5 دقايق فجاه الخمسه بقوا 6. وده بيبعد ليه؟ ما بيقربش. يا باشا انت بتبعد ليه؟ جاي في طريق. طيب ماشي حاضر، استناه. اتصل بيه تاني ما بيردش، وافضل بقى مستني. داخلنا في نص ساعه دلوقتي، ده روح. هو انت بتحطني في موقف لازم اكنسل عشان انت تاخد ال 15 جنيه مثلا، ففي الاخر بضطر اكنسل واطلب واحد تاني. يا باشا جاي بجد ولا ايه؟ قول لي والنبي. الحمد لله اول واحد بيقرب مني، راجل محترم وجاي. العربيه جايه من بعيد، ماشيه ماشيه، انا بقى مستني انها تقف عشان اركب. ليه بيعديني يا عم؟ ولا ايه؟ استناني في اخر الشارع. فمش فاهم، اروح مكلمه ما بيردش بقى خلاص. اجري بقى عشان الحقه. مش مشكله، انا عايز اركب المشوار. والله العظيم حصلت معايا بالحرف ولحقته اخيرا. فبقول له اوبر، بيقول لي لا يا حبيبي نفس رقم العربيه. لا 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 غلط. حاطط ايدي على الاكره بتاعت الباب، كنت هفتح بنزين وطار. انا حرفيا ايدي رايحه مع العربيه، لو انا خلاص بقى انا بفقد حياتي علشان ايه؟ رحله اوبر. فتروح تضطر توقف تاكسي في الاخر. عايز تدفع كام؟ اللي انت عايزه يا عم بس وصلني. بس انا مستعجل. يقول لي عينيا. وفجاه واحنا ماشيين في الطريق، طريقنا انا اوديك انت الاول وهو بعد كده انا وهو هنتصرف مع بعض. انت رايح في رايح تجيبه يعني؟ اجيبه دي واحده. راح اجيب الزبون. دي من اول صدمه حضاريه. مش في اوبر بقى، ده في كل حاجه. كميه طاقه مهدره علشان اعمل ابسط الاشياء في حاجات معينه، وفي حاجات تانية بصراحه في ثانيه في مانت بتتعمل. منها خدمه الدليفري. اي حاجه في مصر دليفري يعتبر ببلاش. هنا في امريكا مثلا، في اوروبا، في اي بلد، عشان موضوع الدليفري ده مكلف. الناس هنا مش متعوده على الدليفري. ده حتى المكوى دليفري. الراجل بيجي لي البيت ياخد المكوى ويرجعها لي تاني اخر اليوم. مش انا هنزل واغسل واعمل واروح اطلب دليفري في اي حاجه. الو توحيد، عايز ب 100 جنيه عيش. ما طبعا الاسعار غريبه جدا. اللي سافر ما قبل التعويم هيحس بالموضوع ده قوي. كان عندنا راجل تحت اسمه ابن الشيخ كده، بنجيب منه بيتزا كل يوم بسعر. النهارده ب 80، بكره ب 95. والله في مره رحت له بقت ب 120. فبقول له بيقول لي اشتريها دلوقتي عشان بكره تبقى ب 125. فلحقت اشتريت طبعا. يعني في حاجات فعلا سهله في مصر. تيجي بقى البنوك، الحاجات الحكوميه والله حتى اتطورت. طلعت البطاقه في يوم. ايه الجمال ده؟ من مول العرب. تطور مش موجود في امريكا. انا في امريكا عشان اطلع رخصه السواق بروح المكان واقدم وتجيلي بعد 3 اسابيع على البريد، وممكن البريد يتسرق. انا للاسف اتعلمت سواقه في امريكا. انا لما سافرت ما كنتش بعرف اسوق. مش معنى كده ان انا السواقه هنا احسن وانتوا ازاي بتسوق، مش قصدي كده، بس انا ما سوقتش في مصر تماما. انا على فكره من الحاجات الغريبه، البلد ما فيهاش اشارات مرور كتير. انا فين وفين لما بلاقي اشاره مرور في وسط البلد، مثلا في القاهره في كام حته كده وخلاص. ما فيش اشارات مرور فعلا
في تقاطعات كتير ما فيهاش اشارات مرور. استغرب قوي الموضوع ده، ما فيش حاجه اسمها ستوب ساين اللي هي قف، علامه قف لما بيبقى في تقاطع كده. انا ما نزلت مصر قلت ايه اروح مدرسه سواقه برضه اتعلم شويه افهم الدنيا عشان لو هقعد في مصر فتره ولا بتاع. الراجل والله بتعلم معاه ماشي في التقاطعات اللي زي دي، شايفين اهو عندكم اهو ستوب ساين، ستوب بتقف كده، وقفنا بنبص يمين شمال بنمشي حتى لو الطريق فاضي، يعني لو مفيش عربيات غيري. يعني انا هوريكم دلوقتي عربيه معديه، يعني بص اهو الراجل هيقف، شفت واقف ازاي، بص يمين بص شمال ماشي اهو. الراجل وقف بص يمين بس بص شمال مع ان مفيش عربيه في المكان. مش كده، دي عربيه تانية. تعالوا اهو في الستوب ساين، وقفت بصت يمين بصت شمال مشيت انطلقت. فانا لما كنت بتعلم السواقه في مصر في تقاطع زي ده في الشوارع الجانبيه، ففي عربيه جت الاول، فلقيت الراجل بيقول اكسب ارض ارمي بوزك. من الحاجات برضو اللي في مصر اللي استغربتها جدا، الشغل في مصر كتير منه شو اكتر ما هو انتاجيه. انت لازم تعوج لسانك تعرف تتكلم امريكان انجلش، لو ما عملش كده مش هتلاقي. والله العظيم انا هحكي لكم قصه. كنت مع واحد صاحبي جاله شغلانه كول سنتر، هو كان في دماغه مش عايز يروح بقى، كتر يا عيني ما تقريبا اترفض انترفيوهات كتير فاحبط يعني بسبب الانجليش، مع انه الانجليزي بتاعه كويس، مش عالي قوي، كويس، بيفهم الامريكان او الانجليزي بيتكلموا ازاي وبيرد عليهم. وانا شفت ده بنفسي، هو بيفهم وهم بيفهموه. فالمهم انا رحت معاه برضه عشان انا عمري ما عملت انترفيوهات في مصر، كنت عايز اخد التجربه دي مش اكتر، وبالمره بشجعه. ورحت ودخلت انا الانترفيو االاول على اساس اقول له ايه اللي هيحصل. فدخلت اتكلمت مع الراجل شويه كلمتين كده خفاف، طبعا كله بالانجلش، مش كده مش هشتغل الشغلانه، فبوقع من نفسي عشان ما تقبلش. فاكر حوار كنت انا افتكرت موضوع الانترفيو بتاع اللي احنا رحناه سوا ده. هم كلهم يجوا يتكلموا معايا بينبهروا، انت بتتكلم كويس قوي، انت السو فلوينت ومش عارف ايه والكلام الفارغ ده، بس تستيقظ شويه اصل كذا، يا دوب يطلعوا لك حاجات كده رخمه. وما جاوبتش حاجه عدله، بتكلم درجه في اللي هو انا بقول اي حاجه. انا عمري ما اشتغلت كول سنتر اصلا. هو الواد التاني دخل وبيتكلم فعلا انجليزي، انا بقول لكم بيتكلم انجليزي كويس مش وحش. قبلت انا علشان بس ايه البي والتي اتش وسامثينج بدل سامثينج، راذر بدل راذر كده يعني. هو معاه سي في انه اشتغل كول سنتر، انا معيش. هو كان طالع داخل انترفيو بيقول كلام في الشغل، انا ما قلتش اي حاجه مهمه، انا اتقبلت وما اتقبلش. الموضوع غريب. فتخيلوا ان ده بيحصل مع ناس كتير جدا، وعلى الاساس ده اللي بيتقبل ممكن ياخد مرتبات وحشه علشان احنا قبلناك والتي اتش بايظه مثلا، ولا هيحط لك اي مشكله فانت هتاخد 3000 جنيه علشان البي. ومثلا لو واحد اتقبل مثلا في شغلانه، خلاص انا اتقبلت في الشغل والدنيا تمام، وكمان جالي شغل انا كمان اشتغله من البيت، ده لقيتها برده منتشره في كول سنتر، حاجات كتيره قوي يشتغلوا من البيت. بيجي لك اجمد مشكله في الحياه الا وهي النت، شبكات الموبايل. انا عايز خط فيه نت عشان بستخدم نت كتير ومش عارف ايه والكلام ده كله، وانا بتفرج على اليوتيوب كتير. فبص قال لي انت هتاخد فليكسات مكالمات مع فليكسات دقايق سوشيال ميديا على فليكسات دقايق انترنت عاديه، هتاخد 5 مش عارف 1000 دقيقة مجانية فليكسات على 50 جيجا فليكسات سوشيال ميديا مع مش عارف كام جيجا فليكسات نت. قلت له طب انا مش فاهم، انت بتمتحني بتشوف انك كويس هحسبها ازاي؟ قلت له انا عايز نت كويس شغل بتاعه خلاص. قال لي خلاص ده احسن سيستم ليك، الفليكسات مش عارف كام في 5 مليون دقيقة في الثانية حاجات كده. قلت له ماشي. انا عملت البتاع ورحت طالع، ما فيش شوية يومين 3 بستخدم يوتيوب يوتيوب يوتيوب، يقول لي لقد استهلكت 80% من الباقه بتاعتك. رحت رايح تاني للايه للفرع، يا عم انت قلت لي فليكسات ال 30 في ال 20 في قعدت تديني ارقام وهميه اللي انا حرفيا انا قلت لو هستخدم نت طول عمري مش هتخلص. قال لي لا يا فندم اصل انت استخدمت النت عادي. قال لي عايز نت يعني عايز جيجات حقيقيه بره، تدفع فاتوره واحده زي مثلا $50 كله انليمتد بقى مكالمات بتاع، خلاص انت معاك الموبايل لمده شهر بتبقى $50. فمثلا في مصر انا قلت في دماغي باقات اللي هي 50 جيجا فهستخدم ال 50 جيجا سي مثلا، لكن بقى ال 50 جيجا انها تطلع في الاخر مثلا 10 15 في الطبيعي بسبب الفليكسات. الانترنت في مصر صعب الحاجات دي كلها فعلا تجيب الضغط وتخلي الواحد فعلا يتضايق وتحس ان الواحد في توتر. بس في ميزه ودي الاهم، العلاج في مصر عظمه. انا ما اي حاجه توجعني كده في جسمي انزل صيدليه اقول له بس يا دكتور انا عندي حاسس مش عارف ايه، فهوب يطلع لي الدواء. انت هنا في امريكا لو معيش تامين صحي انا بتهان والله العظيم. انا لو معيش تامين صحي وتعبت لا هعرف اجيب دواء
شوف الدواء سعره كام، ولا اروح لدكتور شوف هدفع كام. ولو رحت مستشفى عشان تعبت قوي هروح المستشفى هطلع من المستشفى بفاتوره قد كده هقعد سنه كامله ادفع فيها. في مصر انت مش محتاج كل ده. ممكن يكون في حاجات غاليه في العلاج، بس امريكا من غير تامين صحي انت مدمر. طبعا ده ايه يعني، ده بقى غير كمان دي اهم ميزه في مصر ودي اللي ريحتني جدا، الا وهي ان ما بدفعش ايجار. يا جماعه الايجار ده لعنه. انا في امريكا لو ما بدفعش ايجار انا عايش ملك. ان شاء الله لو باخد $1000 في الشهر هعمل اللي انا عايزه. بلد كلها رخيصه الا الايجار. اللي عايز اقوله ده وجهه نظري لما شفت مصر لاول مره بعين مختلفه. بس فكره انك تبقى وسط اهلك كده دي بالدنيا والله. انا اصعب حاجه بتحصل لي لما والدتي بتجيلي امريكا وبيجي وقت الوداع، او انا لما ببقى في مصر بيبقى في وقت الوداع وارجع اسافر تاني. دلوقتي بقى حوضنا قبل ما نسافر. خلاص خلي بالك بقى لنفسك. حصل اي حاجه او بص حتى لو دخلتي حاولي تاخدي من اي حد تليفون تكلميني.